الإنسان محارب زي ما قلت بطبيعته الثانية، وأقصد بالطبيعة الثانية اللي هي العقلية اللي عوج الخوف. نحن زي انطلقنا من خير وراجعين لخير، انطلقنا من الخير المطلق وراجعين للخير المطلق، لكن في المرحلة لابد لنا من التمرس بالفكرة اللي برجعنا. خرجنا من وطن هو خير وراجعين لوطن هو خير. في المرحلة لابد من المجاهدة انتهينا بها إلى أنه لازم نعرف. المعرفة هي الطريقة الوحيدة الذي يغنينا عن أن نتقاتل وأن نتماوت بالصورة اللي جرت في التجربة. هنا إذا كان ده مجتمع القرن العشرين محتاج للسلام بحاجته الأساسية، ويمكن أن يقال أنه السلام لا يحصل في الأرض إلا إذا حصل في النفس البشرية، لأن النفس البشرية في قتال. أنا وإنت هوانا في البنية البشرية في الداخل مصادمة لبعض، نحن فينا معارك داخلية. المعارك الداخلية بين ما يمكن أن تسميه العقل الواعي والعقل الباطن، المعارك الداخلية، السرسرة الداخلية، حالة الانقباض وحالة القلق وحالة الخوف وحالة التوتر وحالة الطمع، كل الأشياء اللي بتسور فينا ونحن نخفيها من المجتمع هي في الحقيقة الاندفاعات اللي بها نكون أعداء لبعض. وإذا كان أنت ما حصل لك السلام في بنيتك وفي نفسك، لا يمكن أن يكون جارك في سلام منك. ده الكلام اللي قلنا به، وأنه الإنسان لا يبلغ كماله إلا إذا انتصر على الخوف. ما كان يمكن أن يبلغ للمرحلة دي لولا الخوف، لكن الخوف منذ اليوم أصبح عقبة في سبيل أن نتسالم مع الآخرين وأن نتعايش وأن نتحابب، إلا إذا حصل واستطعنا أن نحقق السلام في داخلنا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت دي هي صورة المجتمع، أصبحت الفلسفات اللي طورت المجتمع لهذا المدى في مرحلة تطور على أساس الخوف، أصبحت تعجز عن أن تقدم له هذا الحل. وأكبر الفلسفات المعاصرة وأجودها هي الفكر الماركسي. الفكر الماركسي أكبر مجهود بشري مشت به البشرية مرحلة كبيرة في الوقت الأخير. الفكر الماركسي عاجز عن أن يبلغ بالإنسان مدى تحريره وتكميله. أكبر عجز للفكر الماركسي بيظهر في عجزه عن التوفيق بين الفرد والجماعة. في الفكر الماركسي الجماعة أهم من الفرد، ودي جاية من الصورة اللي حكيناها قبلك من أنه المجتمع كان بيطوع أفراده لخدمته إلى الحدود اللي بيضحى بدم الإنسان في سبيل الجماعة. لكن تطور المجتمعات أصبح يعطي الفرد حرية، كل ما تقدم الأفراد وتقدمت المجتمعات. المساهمة اللي بتدفع من حريتك لتعيش في جماعة أصبحت تقل كل ما تطور المجتمع لأمام. استقراء ماركس للتاريخ بالصورة دي جعله يعتقد أنه تطور المجتمع البشري هو امتداد لماضيه، وجعله يعتقد أنه الجماعة أهم من الفرد. ودي برضو البداهات تعطيها والتاريخ الماضي يعطيها. البداهات بتعطيها بمعنى أنه إذا كان أنت عندك 10 ناس مصلحتهم بتقتضي أن تهمل مصلحة إنسان واحد، الناحية العملية بتوحي وتوجب أنك أنت تهتم بمصلحة 10 وتهمل مثلا مصلحة الإنسان الواحد. لكن دي هي في حقيقتها مرحلة في تاريخ الإنسان. السبب اللي جعل الضلال بها ممكن في الفلسفات الاجتماعيات كلها أن الجماعة أهم من الفرد، أو الفلسفات تعجز عن أن تنسق بين الفرد والجماعة،
هي أن الأفراد لجهلهم ولأنانيتهم إذا وجدوا الفرصة ليمارسوا وهم آمنين من العقوبة بيكون نشاط أناني ومعادي لمصلحة الجماعة. ولذلك أصبح حاجة بديهية أنه يتقيد الفرد لمصلحة الجماعة. لكن دي الطبيعة الثانية في الحقيقة. الطبيعة البشرية الأصلية لو وصلنا لها تجد سعادته في سعادة الآخرين، والطبيعة البشرية الأصلية لا نصل لها إلا عند الله، لأنه منه صدرنا. الوطن الأصلي اللي صدرنا منه الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. النفس الواحدة هي نفسه، تنزلت لآدم، تنزلت لحواء، ثم من الزوجين انبث الجنس كله. ماركس نحن بنتكلم عن ماركس لأنه أكبر فكر معاصر وأكبر فكر يمكن يحترم في مستوى ما قدم لتطور الإنسان. ماركس أخطأ خطأ كبير عندما قطع العلاقة بالله. أصبح الإنسان مغترب ولا يعرف الطريق للعودة من الغربة.